ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. لو انت بتعمل ذنوب كتير وبعيد خالص عن ربنا ومش عارف تبدأ منين وايه البداية اللي انا ابدأها علشان اكون قريب جدا من ربنا وربنا يرضى عني ويغفر لي كل ذنوبي السابقة. في البداية طبعا لازم اول حاجة ان انت بتعملها ان انت بتحافظ على الصلوات الخمسة في مواعيدها. وبتحافظ عليهم اول ما بتسمع الاذان بتروح تصلي، بعد ما بتسمع الاذان بتروح تصلي الصلوات. بعد ما بتصلي بتجلس على سجادتك وبتسبح سبحان الله 33 والحمد لله 33، الله أكبر 33، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير مرة. يبقى أنا كده قفلت 100. لو قلت التسبيحات دي بعد كل صلاة ربنا بيغفر لك ذنوبك جميعا، فنحافظ عليهم بعد كل صلاة من الصلوات الخمسة. بعد كده من الحاجات الجميلة جدا اللي المفروض ان انت تعملها وربنا يعني تبدأ بقى ان تعمل كل الحاجات اللي انت بتتقرب بيها الى ربنا، ان انت بتصلي سجدة شكر بعد كل صلاة. يعني سجدة الشكر دي بتقول الحمد لله والشكر لله، اي بقى شكر لربنا باي طريقة. الحمد لله حمدا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك ومقدار قدرك العظيم، اللهم لك الف حمد والف شكر على جزيل نعمك. وبتسبح ربنا وبتقوم من الصلاة. نيجي بعد كده عندنا لازم صلاة الفجر ان احنا نبدأ نحافظ عليها وان احنا ما نبطلهاش ابدا. الناس اللي بتصلي الفجر بتكون في معية الله دائما وابدا وربنا بيغفر لهم الذنوب. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصانا بالركعتين اللي قبل صلاة الفجر، هم خير من الدنيا وما فيها، فنحافظ عليهم زي ما سيدنا محمد كان بيعملهم على طول. نيجي بعد كده بعد صلاة العشاء بنعمل القيام الليل على طول، بنعمله زي ما سيدنا محمد كان بيعمله 11 ركعة. طبعا بتصلي 8 و2 شفع وواحدة وتر، دول بعد صلاة العشاء على طول. نيجي بعد كده الصبح أول ما بتصحى من النوم بتصلي صلاة الضحى. صلاة الضحى دي هي صلاة الأوابين، والرسول صلى الله عليه وسلم كان محافظ عليهم وما كانش بيبطلهم أبدا. وطبعا تقدر تصليهم ركعتين أو 12 أو يعني عدد الركعات مفتوح زي ما انت عايز. صلوات الضحى أو صلاة الضحى دي بتحميك طول اليوم، وهي صدقة عن كل يعني عن كل عضو في أعضاء جسمك، صدقة 360 مرة عن كل عضو في أعضاء جسدك. يعني تخيل بقى ان انت بتتصدق عن كل عضو في أعضاء جسدك فيحميك الله طول اليوم بفضل صلاة الضحى دي. وممكن كمان ان انت بتهديها، تقول يا رب نويت أتصدق بصلاة الضحى دي عني وعن أولادي، عن أهلي، عن والدي، عن المسلمين والمسلمات، عن أي حد. حتى لو انت حاسس ان حد ده في بلاء او في شيء بتبدأ ان انت تتصدق بصلاة الضحى عنه. وكمان الفايدة الأكبر لما بتتصدق بيها عن المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. فأنت لما بتتصدق طبعا ربنا أكرم الأكرمين، يعني ربنا بيديك عطاء بقى أكبر من اللي انت يعني بتعمل كده وبتتصدق، فربنا بيكون عطاؤه ليك أكبر بكتير. بعد كده عندنا الذكر، نحافظ على الذكر وتجعل لسانك رطب بذكر الله، يعني ما تبطلش ذكر وتسبيح، تسبح الله، تحمد الله، تقول الله أكبر، تقول لا إله إلا الله، تقول تاج الذكر لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. بتستغفر الله، طبعا الاستغفار ده جميل جدا وبيفتح كل الأبواب المغلقة، بيغفر الذنوب جميعا. وخصوصا بقى لما تكون أنت شخص كنت في لهو وفي بعد عن ربنا، فلازم يكون عندك ورد كبير جدا 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 في البداية من الاستغفار. تقدر بقى تستغفر على قد ما تقدر. في ناس بتستغفر ولكن بتيجي بتفاجأ يوم القيامة ان ذنوبها كتيرة. طب الاستغفار اللي انا كنت بستغفره دوت راح فين؟ هم كانوا بيستغفروا أعداد قليلة لكن ذنوبهم كانت أكتر بكتير، فربنا مثلا كان بيمحو الاستغفار بتاعهم مع الذنوب اللي هم عملوها، فيفضل عندهم لسه جبل من الذنوب، فيعتبروا كأنهم ما استغفروش خالص. فانت بتستغفر ربنا طول ما انت قاعد، صبح وليل وظهر وقبل ما تنام وانت في الطريق وانت ماشي وانت في كل وقت بتستغفر ربنا، علشان ان الذنوب اللي عندك او جبال الذنوب اللي عندك ربنا يمحوها
بالاستغفار. وما تنساش وانت بتستغفر، لو انت قلت استغفر الله لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، دي كأنك يعني بتاخد حسنات على كل شخص انت استغفرت له. شوف بقى عدد المؤمنين والمؤمنات وعدد الأحياء منهم والأموات. كمان في الاستغفار لما تيجي تستغفر تقول ايه؟ استغفر الله لي ولوالدي ولاصحاب الحقوق علي. اصحاب الحقوق دول اللي هم الناس اللي انت اتكلمت، اغتبتهم، قلت في حقهم كلمة وحشة، عملت حاجة ضايقتهم وناموا مقهورين بسبب كلمة انت قلتها لهم او فعل عملته فيهم، ففضلوا متضايقين فحاسبينه مثلا ربنا فيك. فيجي بقى يوم القيامة الناس دي بتبدأ خلاص بقى تاخد ذنوبك. لكن لما انت بتستغفر لهم انت كده ايه؟ كأنك يعني شلت الحاجة اللي المفروض ان انت تبقى عليك. وطبعا دي بالنسبة للحاجات الايه اللي هي الهينة اللينة زي غيبة، نميمة، حاجات كده. اما في ذنوب كبيرة جدا وظلم بيقهر العباد وبيأذيهم، فده بيبقى مرهون بعفو العباد عنك، فبتستغفر لهم عشان يجي يوم القيامة ربنا بيقول لهم ايه؟ ده الشخص دوت اللي عمل فيكم العمل الفلاني استغفر لكم، فممكن ان هم ايه؟ بيسامحوك او بيعفوا عنك لان انت استغفرت ليهم وشلت من ذنوبهم، او ان انت بتطلب منهم العفو وبتطلب منهم ان هم يسامحوك على اي شيء انت عملته فيهم. طبعا الاستغفار دوت له بقى يعني حاجات عديدة جدا وله صيغ كتيرة جدا جدا. ومن أهم الصيغة النبوية أستغفر الله لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. يعني حافظوا عليها وخليكوا دايما بتقولوا الصيغة دي باستمرار، أو إن أنت بتقول استغفر الله وبتقولها بأعداد كبيرة جدا، فتفضل كل يوم لسانك رطب بذكر الله وبالاستغفار. نيجي بقى على الصلاة على سيدنا محمد. الصلاة على سيدنا محمد ديت من الحاجات الجميلة جدا اللي ربنا بيكفيك بيها همك وغمك وكل ما أهمك في أمور الدنيا. لما تبدأ ان انت تصلي على سيدنا محمد كتير، هتبدأ تلاقي حاجات كتيرة جدا بتتغير في حياتك. تبدأ لو عندك مشكلة تنحل، لو عندك أزمة مالية الأزمة المالية بتنفرج، همومك كلها بتتشال، بتكون بقى في معية ربنا. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيسمع ان فلان ابن فلان دوت استغفر لك، قصدي صلى عليك، فالرسول صلى الله عليه وسلم بيرد الصلاة والسلام عليك. وطبعا احنا لما بنيجي نصلي لازم نقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. واحنا ما ننساش ان كمان الدعاء ما بين الصلاة على سيدنا محمد، يعني لما تكون عايز تدعي ربنا صلي على سيدنا محمد بعد الثناء على الله والشكر والحمد والتكبير ولا إله إلا الله، وتصلي على سيدنا محمد وتطلب دعوتك، وبعد كده بتصلي على سيدنا محمد بتختم بالصلاة على سيدنا محمد. فالدعاء اللي ما بين الصلاة على سيدنا محمد دوت دعاء مستجاب. يبقى انت بتحافظ على الأوراد والأذكار والاستغفار والصلاة على سيدنا محمد، صلاة الليل، صلاة القيام، صلاة اللي هي التهجد، ان انت بتصحى قبل الفجر بنص ساعة او بساعة وتفضل تصلي لربنا صلوات بقى، يعني صلي على قد ما تقدر بقى وادعي ما بين كل ركعة وركعة، ما بين كل ركعتين، يعني في كل ركعتين بتدعي بقى الدعوات اللي نفسك فيها. وعايزة اقول لكم ان الدعوات في قيام الليل بتكون مستجابة، لان ربنا بينزل في الثلث الاخير من الليل ويقول هل من سائل فاعطيه، هل من مستغفر فاغفر له. يعني بتستغفر ربنا وبتطلب حاجتك، بتقيم الليل بقى. قيام الليل دوت مش بس صلاة، قيام الليل دوت دعاء لله. الدعاء دوت جزء من انواع العبادة، ومهم جدا ان احنا ندعي ربنا في كل امور حياتنا، لان اللي ما بيدعيش ربنا بيغضب عليه، لان انت كده تعتبر مستغني عن ربنا. فدايما ادعي ربنا في كل امورك الصغيرة والكبيرة، الحاجات المستحيلة والحاجات الصعبة والحاجات السهلة واللينة، وفي كل شيء. احنا هنيجي يوم القيامة وهنقول يا ريتنا كل الدعوات اللي احنا دعيناها ما استجابت لناش، لان الدعوات او الدعاء الذي لم يستجيب لك ربنا بيغفر لك بيه ذنوب يوم القيامة. فالناس بتقول يا ريت ما فيش دعوة من الدعوات اللي انا طلبتها في الدنيا اتقبلت لي. فادعي بقى ربنا كتير، ادعي كتير كتير على قد ما تقدر، عشان لو صادف ان ربنا اجاب دعوتك هيبقى خير ليك في الدنيا، لو ربنا سابها لك ليوم القيامة هيبقى خير ليك في الآخرة. فالدعاء دوت جزء من انواع العبادة، فلازم ان احنا نحافظ عليه ما نبطلوش ابدا، لازم ان احنا نستمر عليه.
لازم تعمل لك ورد ثابت من القرآن الكريم، وأقل حاجة إن أنت بتقرأ جزء من القرآن الكريم كل يوم، ما تكونش هاجر للمصحف، ما تسيبش المصحف أبدا، إن أنت يعني ما تقعدش مثلا تلهيك بقى الأوراد والصلوات طب القرآن فين؟ يعدي عليا بقى شهر ما قريتش قرآن، ما مسكتش المصحف، لا لازم بيكون لك ورد ثابت، وبتكون جزء يومي كل يوم. لو طبعا عندك همة أعلى بتعمل جزئين، لو همتك أكبر ممكن تختم المصحف في أسبوع أو في 3 أيام. وكل ما بتقرب لربنا، ربنا بيسهل لك العبادات، وبيسهل لك وبيفتح لك طرق كتير جدا جدا للعبادات والدعاء.